السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشعب السوداني الكريم، الشعب السوداني البطل، تحية العزة والإجلال والصمود. تحية ليكم وانتوا بتكتبوا التاريخ وبتسطروا الملاحم وبتقيفوا بشجاعة وجسارة ضد الظلم والطغيان. محظور من حضنك يا بنية، يا ريتك حاسة وعذراني، مكفول بين حسي وأحزاني، ومكفول بين حسي وأحلامي، ويوماتي بتكبر أحزاني. في الغربة ما بشتن غنيتك، خديتك بين شعري وشرياني. الحس الهادر دوزنته، بس موجك فات ويتعداني. لاقاني الثاير حلفته، قلت ليه عليك استناني. الوطن الغالي تلفحته، تاريخه معشعش في كياني. يا حلوة بريدك من قمته، ووجدانك شكل وجداني. الشارع عباني وعبيته، يا زول يا كلك سوداني. اسمعني وردد غنواتي، الثورة شعاري وعنواني. لاقاني هتافا سالمته، عن سيده بيسأل ناداني. قال لي الشهداء بيفدونا، قالدني وطايب عزاني. قال لي معاكم بروحي، يا ريت لو ترجع لي تاني. في حضنك اهتف واتقدل وديها الوطن الرباني. في حضنك اهتف واتقدل وديها الوطن الرباني. طيب، أنا دكتور إبراهيم الشرعي، استشاري نسائيات وتوليد. داير أقدم بعض الإضاءات البسيطة عن الحراك الثوري الموجود الآن، وعن الأجسام الطبية المشاركة فيهم. طيب، في بعض الأسماء الناس بيسمعوها كتير. مثلا يقول لك نقابة أطباء السودان الشرعية، يقول لك لجنة أطباء السودان المركزية، أو تسمع يقول لك اتحاد الأطباء، أو نقابة المهن الصحية. طيب، أول حاجة اتحاد أطباء السودان ونقابة المهن الصحية دي أجسام حكومية. يعني لما تسمع نقابة المهن الصحية أو اتحاد الأطباء، كأنك سمعت جهاز الأمن الوطني. دي أبواق للنظام، ودي أجسام معينة وما عندها علاقة بالحراك الثوري والمطلبي بتاع الأطباء. زيها وزي الطاهر حسن التوم، وزيها وزي جهاز بالضبط كده. ما يعني أجسام معينة لا تمثل الأطباء في شيء، خلاص، أجسام حكومية. طيب، معظم الأجسام الثورية دي هي عبارة عن أجسام موازية. أجسام موازية لأنه الأجسام الرسمية أصلا بقت غايبة، ولأنها هي بتنفذ أمر النظام وبتتكلم باسمه وبتنفذ في مشروعه. عشان كده كل المهنيين مردوا عليها وعملوا الأجسام الموازية. طيب، في جسمين، نقابة أطباء السودان الشرعية وفي اللجنة أطباء السودان المركزية. طيب، نقابة أطباء السودان الشرعية هي بقايا النقابة أطباء السودان اللي هي كانت في عهد الديمقراطية الثالثة، يعني من لو كداك مما قامت يعني نقابة أطباء السودان تقريبا من سنة 48. فإلى اليوم أي بيان أو أي كلام فيه نقابة أطباء السودان الشرعية دي بقايا النقابة الأم، اللي هي لما جاء الانقلاب بتاع الإنغاز حل كل النقابات، ومنها النقابة اللي بتتكلم اليوم باسم نقابة أطباء السودان الشرعية. وفعلا هي الجسم الشرعي الوحيد اللي بيمثل الأطباء. طيب، في النقابة أطباء لجنة أطباء السودان المركزية. لجنة أطباء السودان المركزية هي جسم بيمثل الأطباء، وزيه زي نقابة أطباء السودان الشرعية، بل هو الجسم الموجود بكثافة وسط الأطباء. والجسمين ديل بيعملوا بتناغم، لكن هم بأشكالهم ديل لدواعي وتكتيكات أمنية وخاصة بحراك الأطباء وبحاجاتهم، وده الموجود الآن. الأطباء مما جات الحكومة دي أصلا هم مصادمين لها، ما حصل وقفوا معاها ولا ناصروها بأي شكل من الأشكال. من 1990 من اغتيال الشهيد علي فضل إلى الآن حراك 2000
و18 اللي هو لجان الأطباء موجودة فيه بقوة كجزء أو مكون أصيل من تجمع المهنيين. 1990 كان في حراك قوي للأطباء، 2003 كان في حراك، 2004 2010 2011 2016. كل الأشياء دي كانت بتستصحب فيها مصلحة المواطن السوداني وتحسين البيئة الصحية وبيئة العمل، وإنه الشعب السوداني بيستحق. الأجسام دي ظهرت لغياب التمثيل، أو لأنه الأجسام الرسمية المعينة الدولة بقت ما شغالة بحال المواطن ولا شغالة بحال الطبيب. ظهرت الأجسام دي كنتاج طبيعي، لأنه في النهاية إذا أنت ما طالبت بحقي أنا حعمل جسم وحطالب بحقي. طيب، وفعلا الناس بقت ماشية في مطالبها. طيب، والوقت ذاك اترفعت مذكرات، بمذكرة اسمها مذكرة التحسين، كانت مذكرة فيها تفصيل وفيها علاج لكل الوضع الطبي المايل الوقت ذاك. وطبعا حصل تجاهل كبير وحصل ضرب للأطباء واعتقال والأشياء زي دي، لكن في النهاية كل مرة الأطباء بيسهروا بشكل وبيسهروا بجسم وبيقاوموا وبيطالبوا، وهم يعني عداء للنظام ده ما حاجة الناس ده السن، يعني حاجة معلنة من زمان. طيب، حتى من الأشياء اللي كانت سخيفة جدا جدا وأنا كنت ما بحبها، إنه كانوا في بعض الناس يقول لك نحن ما سياسيين، يعني كأنه في النهاية بيحسوا إنه والله السياسي تهمة المفروض يتبروا منها. لكن هم التأمل البسيط في الموضوع بيلقى إنه التدمير الحصل للصحة في السودان والتدمير الحصل للأطباء في السودان حصل بدعاوي سياسية. يعني أنت لما تدمر المستشفيات دي سياسة، لما تكفل المستشفيات دي سياسة، لما تهجر الأطباء دي سياسة، لما تضعف الرواتب دي سياسة. خلاص، فمسألة إنه والله يا أخي دي سياسة ونحن ما حنشتغل، ده كلام ما عنده معنى، وده كلام بخيفوا به الناس الصغار. يعني كل الأطباء اليوم بيقوا واعيين وعارفين إنه لا يمكن أن ينصلح حال الوضع الصحي في السودان إلا إذا شال النظام ده. لا يمكن عمل أي تغيير صحي كامل يحفظ كرامة المواطن خلاص ويضمن له العلاج المجاني الكريم الجيد إلا إذا اختفى هذا النظام. عشان كده في النهاية الموضوع ده موضوع سياسة. طيب، دي حاجة تانية. بالمقابل في كل الحتات الفئوية التانية اتكونت أجسام موازية، لجنة المعلمين، لجنة شبكة الصحفيين، البياطرة، الصيادلة، كل الناس دي عملت لجان الموازية وشغالة شغلها. في النهاية حصل اجتماع بين الناس دي واتعمل التجمع المهنيين. التجمع المهنيين ده ما اتكون اليوم بعد المظاهرات طلعت، تجمع موجود له سنوات شغال في اتجاهات بسيطة ورغم الظروف الأمنية ورغم القبضة حصل. لكن في النهاية لما حصل الحراك الثوري والتجمع المهنيين كان مقدم لمسيرة، يعني مسيرة 25 يناير دي كان معلن لها قبل الحراك الثوري. وفي النهاية لحسن الحظ إنه كان في جسم جاهز إنه يقود الدفع. إذن كل الناس اللي بتشكك فيه والله جسم التجمع المهنيين ده جسم وهمي وأصلا ما في ناس، التجمع المهنيين هو عبارة عن اتحاد كل الأجسام الموازية للأجسام الحكومية الديكورية القاعدة بتزل في الناس وبتضيع في مصالحها. ده تجمع المهنيين. تجمع المهنيين بعد ذاك الموضوع بقى أكبر من تجمع المهنيين، بقى في حاجة اسمها نداء الحرية والتغيير. أي إنسان وقع على نداء الحرية والتغيير هو ده جزء من الحراك الوطني الماشي الليلة. وتجمع ما فيه مكرب واضح سايق الأمور دي بخطوات وبنار هادئة جدا جدا. الحراك اليوم في السودان هو فرض عين، ما في 2 3. في النهاية أنت ما في شيء بيعفيك من إنك تقيف مع الحراك الثوري وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة. هذا الحراك الثوري اليوم يعني كل العوامل بتساعد على نجاحه، ما في 2 3. فشل النظام، القمع، 30 سنة من الاستبداد، 30 سنة من الكذب، 30 سنة من تزييف الحقائق وتقبيش الوعي.
فالمسألة دي مسألة بإذن الله تعالى حتمشي لمساراتها ولنهاياتها. في عبث كبير جدا جدا حصل في بنية الدولة السودانية، وأنا بشبه إنه السودان ده كأنه طفل أو جنين مشوه مولود براسين، راس يمثل الدولة الحديثة وراس يمثل القبلية والعنصرية والتخلف. لا بد عشان الجنين ده يمشي لقدام وينمو نمو طبيعي لا بد من استئصال واحد لرأس لأحد عشان ينمو الجسم ده بشكل طبيعي. المحصلة التطورية خلاص بيقول انه لا بد من استئصال رأس كل الجهل والتخلف العنصرية اللي صار رأس الدولة المدنية، وده اللي حيحصل اليوم في السودان. وللأسف الشديد خلاص يعني انه نحن لما جينا انقلاب 89 ده يعني الناس ارتدت لما قبل الدولة، لما قبل الطائفية. يعني الطائفية عليه علاتها هي مرحلة متقدمة جدا جدا على القبلية. أقلاوة الطائفية دي ممكن يتلم فيها أكثر من قبيلة في حزب وفي فكرة واحدة، ودي كانت خطوة كبيرة جدا جدا لأنه الناس تمشي لقدام. لكن نحن بسبب المشروع الحضاري والدولة الرسالية المدعاة بتاعت الإنغاز رجعنا لما قبل الدولة، لما قبل الطائفية، رجعنا للقبلية، ودي حاجة متوقعة أصلا. أنت لما تكسر مؤسسات الدولة المدنية يعني نقابة الأطباء بتلم كل الأطباء في السودان بكل قبائل وبكل أفكار وأشياء زي دي. فأنت لما تهدم النقابة دي الشخص لما تحصل له ظلامة ما عنده حتة يشتكي لها، في النهاية بيرجع لقبيلته ويستنصر بها. ودي القبلية معروف انك لما تكسر الدولة المدنية الناس بترجع لجذور الأولية. واليوم السودان دولة بدائية، السودان دولة بدائية ممكن تتشظى لجذور الأولية. لازم نحن يعني يعني نكون واعيين للمسألة دي. عشان كده الجميل في الموضوع ده انه الحس الوطني، الحس القومي المشترك في الحراك الثوري الحاصل اليوم. والحمد لله انه كل الفزاعات اللي كان النظام بيعير بها الحراك الثوري وتحرك الجماهير ضربت في مقتل. يقول لك البديل منه؟ البديل منه؟ انا ما بقول البديل انت ولا غيره، البديل اي انسان متخلف عقليا من طرف الشارع، انسان منتلي ريتاردد هيدروكيفالس لو جبناه وقلنا له تعال احكم البلد دي ديفينتلي بيحكمها افضل من العبث الحاصل اليوم دي، وبيقدر يصل بها لنتائج اجمل. السودان دولة غنية، دولة فيها مقومات، دولة عظمى. تحدى بلد في العالم يكون فيها 250 مليون فدان صالح للزراعة، فيها ثروة حيوانية بالمستوى اللي عندنا ده. نحن لو جينا عملنا تنمية صحيحة مفروض جلود وألبان بس نكون الناتج الإجمالي القومي بتاعنا قدر إجمالي الخليج، جلود وألبان فقط بس، ناهيك عن مواردنا الثانية من ذهب ومن بترول ومن منتجات زراعية ثانية. البديل منه؟ الفزاعة بتاعت العنصرية ضربت في مقتل خلاص. يعني وقوف الشعب السوداني كله ضد الافتراءات اللي عملها جهاز الأمن في الخلايا التخريبية ده أكبر دليل. وقوف الناس ضد الكلام اللي طلعوا الطاهر التوم في الناشط عبد الكريم، دي أشياء بتوري إنه الناس تجاوزت المسألة العنصرية والخطاب ده نسف تماما، ما عنده معنى ولا عنده قيمة أصلا. بقى الشعب السوداني بقى عامل كده. الفزاعة بتاعت الخروج على الحاكم ده موضوع انتهى وانضرب في مقتل، ما في 2 3. دي كل الأشياء. جهاز الأمن الوطني خطابه العنصري والتفريغي، أضرب الصوفية بالسلفية واضرب كفر الجمهوريين واليساريين وشكك في وطنية حزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي وخلي الناس تنضرب ببعضها. الكلام ده انتهى، بقى ما عنده أي معنى. دي كلها أشياء الناس وعتها تماما، وده الجامع وده الحراك المهم جدا جدا، إنه الناس اتجاوزت الحتة دي، اتجاوزت الفزاعات. كان جهاز الأمن سايقة في يعني بيفرق بها الناس. ثورة الشعب السوداني اليوم انتظمت، تجمع المهنيين بيضم كل المهنيين، كل الأجسام المهنيين الموازية وكل القوى الموقعة على نداء الحرية. يعني السودان ده ممكن أشبهه لكم الوضع، أشبهه تاني بكبري بتاع حديد في نهر. الحكومة فرتقت كل الصواميل الكبري ده وخلته قاعد على صامولة واحدة هي، وقالت الشعب السوداني يا شعب السوداني لو شلتني أنا الكبري ده حينهار. الشعب السوداني بكامل الوعي بالاصطفاف اللي حواليه ده عمل عمليات قص داخل الكبري وأصلح ما أصلح من الكلام المهتري، وبإذن الله حتتشال
صامولة الإنقاذ أو مسمار أو خابور أو خازوق الإنقاذ، ويترمي في أبعد حتة ممكنة. الشعب السوداني ينعم بالحرية وينعم بالسلام. التحية للثوار، التحية للمتظاهرين، والأشياء اللي بيمارسها الثوار اليوم فيها نوع من التحدي والفخر، نوع من التحدي والفخر. يعني ما في أشجع من إنه شخص يقول لك أنا طال لك مظاهرة في الوقت الفلاني ومسارة كده وفي زمن الفلاني في الحتة الفلانية، وبعد المظاهرة تقوم وتنجح. تحية للشعب السوداني. نترحم على أرواح الشهداء وربنا يتقبلهم ويسكنهم فسيح الجنان، عاجل الشفاء للجرحى. ودعوة مني لأنه الناس تصطف في الحراك الوطني وتطلع تتكلم وتعبر عن حاجتها وتدعم الحراك ولو بشق تمرة. شكرا جزيلا. دكتور إبراهيم الشرح.